وازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. خلاص هل الشتاء بقى خلاص وبقينا نلبس بقى الترنجات الشتوي. واحلى حاجة في الشتاء بقى ان احنا بنعرف نصور باللي احنا لابسينه ده. فالمهم بقى يلا حطينا بقى الترنج وقلنا نصور بيه على طول. دلوقتي بقى حالا بالا هنعمل بقى مع بعض صينية جلاش حادق. هنعمله بالجبنة الكيري والبسطرمة. طبعا الحشو ده بيرجع لك انتي. احشي اللي انت عايزاه. انا عندي برضو بواقي شاورما فراخ ممكن احط مع البسطرمه، يعني اعمل واحده كده او نص كده ونص كده. فالمهم انا كنت عايزه اعمل اتنين حادق بس. المسكره اللي انا عملتها من يومين عجبت الولاد وخلصت. واستاذ يحيى كان عايز ياكل منها بالليل وعيط، يعني حرام عشان ما كانش فيه، قعد يعيط قوي فصعب عليا. فقلت بقى هعمل واحده حادقه وواحده مسكره عشان خاطر عيون يحيى. خليكم معايا ويلا بينا نشوف هنتصرف ازاي. وطبعا زي ما انتم شايفين كده، اول حاجة هنعملها هنجيب الصينية بتاعتنا وهنجيب نفس الزيت والزبدة والسمنة اللي سيحناهم سوا يا جماعة الخير. وهنبتدي بقى نحط في القعر بتاع الصينية. زي ما انتم شايفين كده هنوزع المادة الدهنية بتاعتنا علشان نحط اول رق. ونبتدي ننزل معانا بقى بأول رق. زي ما انتم شايفين كده جلاش لازم أول رق ده لازم يبقى بصراحة مقطوع. مش عارفة بتحصل ليه كده، بس المهم احنا ما بنرميش حاجة، ما تقلقوش خالص. كده كده ده القعر وهنرقعه زي ما انتم شايفين كده. المهم بقى ان انتي ما بين كل رق ورق تحطي المادة الدهنية بتاعتك. في ناس على فكرة بتحط كل رقين، وفي ناس ما بتحطش خالص مادة دهنية غير في الآخر. بتكون مسخنة السمنة والحاجات دي بتبقى مقدحاهم يعني، وتروح ايه حطاهم مرة واحدة. شوفي ايه اللي يريحك اعمليها. انا بعمل الطريقة اللي انا بستخدمها في البيت عندي زي ما انتوا شايفين كده. والطريقة دي اللي انا معتمداها بصراحة بقالي فترة. ايه زي ما انتوا شايفين كده هننزل برضو نفس الكلام. شوفي انت عندك كام رقة في الجلاش بتاعك، وهنقسمه نصين، نص تحت ونص فوق. ما بين كل راق وراق هنروح حاطين المادة الدهنية بتاعتنا، ما عدا الراق اللي هتحطي عليه الحشو بتاعك ده ممنوع منعا باتا تحطي فيه حاجة غير الحشو اللي انتي اخترتيه هتحطي. فالمهم يلا بينا بقى، ادينا بننزل تقريبا ده هيكون الراق اللي قبل الاخير. وانا يا جماعة برضو مجرية الصورة علشان ننجز وعشان ما تملوش معايا برضو. شايفين اهو كده. طبعا الحشوة انا كان عندي بواقي شاورما، وعندي بصراحة دي انا هعملها بالجبنة الكيري والبسطرمة. ليه بقى؟ لاني انا دقتها بره عند حمزة وابو حمزة كمان، وبصراحة عجبتني قوي وبقيت معتمداها. يعني اي حد اروح عند بتاع فطير هاكل ايه؟ هاكل بالبسطرمة والجبنة الكيري. حتى هو لما يعني عندها في اسماعيليه هنا نادرا لما بيستخدموا الحشوه دي، على طول بيعملوها بالفراخ او بسجق او بس ما بيحطوش جبنه كيري. وانا بطلبها بصراحه اللي هو انا عايزه بكذا وبكذا، هو يعملها لي بقى. فزي ما انتم شايفين كده انا كنت جايبه نص كيلو جبنه كيري سايبه. طبعا ما استخدمتهاش كلها، الحشو ده بقى بيرجع لك انتي. ابتديت انزل اهو الجبنه الكيري و ما تقلقوش بقى من الاطراف خالص. احنا عرفنا الطريقه اللي تحملنا الاطراف وان هي مش هتنزل من الاطراف والكلام ده. حتى هتشوفيني مقطعاها ازاي، هنشوف مع بعض كل حاجه والتفاصيل. وكنت جايبه برضو هنا تقريبا مش عارفه ده ربع ولا تمن بسطرمه، بس هما على بعض كام رق كده. هقطع بقى البسطرمه. والبسطرمه انا دقتها قبل ما احط الموضوع ده علشان تشوفي مستوى الملح بتاعها. طبعا لو مستوى الملح بتاعها عالي فبتقللي، ما بتحطيش كميه بسطرمه كبيره. بس الحمد لله كانت بسطرمه كده لذيذه كده ومش مالحه قوي. فايه بقى انا دينا اهو بوزع البسطرمه، وانا بوزعها بقى بصراحه حبيت شكلها قوي قوي. وكان عندي هنا فلفل الوان برضو مقطعاه كده شرايح رفيعه خالص وصغيره. فبرضو هنا ايه رشيت فلفل الوان زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي بقى اقفل على الحشو بتاعنا كده، او التقفيله دي يا جماعه هي اللي بتحمي الاطراف بتاعه اي حشوه تنزل منها. عشان كده انا بصراحه ما برضاش اقطعه
زي ما بشوف بقيه الناس كده بتقطع على قد على قد الصينيه. ليه بقى؟ لان الاطراف بتبقى معرضه بقى تنزل منها الحاجه وتحرق لي الموضوع بتاعي كله يعني. بس فانا بصراحه ده اللي حباه. ودي حتى الاطراف اللي انا بقفل عليها بالفرشه كده، بقعد ادهنها علشان ما تبقى مورقه معايا برضو، ما تبقاش مكلكعه كده على الفاضي. فاحنا كده اهو لمينا الاطراف كلها كده. الجبنه الكيري مش هتطلع من الاطراف الحمد لله. والطريقه كده ان شاء الله تبقى ناجحه معاكي في بيتك. طبعا دي انسب حاجه بالنسبه لصينيه الجلاش، بدل ما تعملي بقى فطير بالعجين والكلام ده، لا عادي دي ممكن تبقى عشاء حلوه قوي 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 قوي. وانا هنا كنت مستخدمتها بصوا للغدا. الرق اللي هو فوق الحشوه دي انا عملته كده، طبقته وحطيته على الحشوه نفسها علشان ايه؟ برضو يقفل لي الدنيا معايا. هنعمل زي ما عملنا في الاول كده نفس الشيء. المادة الدهنية دي اهم حاجة، هي اللي بتورق معايا الجلاش وبتخليه منفوش برضو. دي طبعا هتبقى دي صينية مالحة. فالمالح طبعا بيبقى انتوا عارفين ان هو بيتسقي باللبن والبيض. بس انا طبعا مش هسقيه ببيض، مش حاطة بيض بصراحة. نص البيت عندي تعبان، فهي هحط لبن فقط لا غير. هنا دي التطبيقة الاخيرة بقى، بنلم الاطراف زي ما انتوا شايفين كده. حاولي هاتي الاطراف اللي تحت كلها وتروحي لما ومقفلها على الفطيرة بتاعتك كده. يبقى كده احنا قفلنا من جوه وقفلنا من بره. انسي اي حاجه تبوظ لك الدنيا. زي ما انت شايفين كده بسم الله ما شاء الله، بقت فطيره قمر قمر قمر. برضو هتجيبي برضو الفرشه بتاعتك وتشوفي بقى الاطراف بتاعتك وتحطي. طبعا هي يبان ان الكميه بتاعت الدهون كتيره، لكن هي مش كتيره ولا حاجه يعني. واحنا بناكلها ما كانتش باينه فيها اي دهون. بس يلا بينا بقى. نص كوبايه لبن كده تبقي في ايدك، وهنحط عليها بيكنج باودر اللي هو بتاع الكيكة علشان يساعدنا في النفش. ده البديل بتاع البيضة يا جماعة، ده البديل بتاع البيضة. وعشان تورق اكتر معاكي فاحنا هنحط حبة ونضرب بقى اللبن بتاعنا. وهجيب السكينة بقى هنا. بصوا انا هعمل بس كده اللي هي ايه، شبه تقطيعة كده علامة الزائد يا جماعة، وما توصلش للاخر عشان ما تفرش منك الجبنة وتروح طالعة من الاطراف الكلام ده. انا يدوبك شقتها بالنص علشان تشرب، وعشان في نفس الوقت ايه تورق معايا. ودي انسب حاجة بصراحة لأي حشوة في الدنيا، بدل ما تقعدي تقطعي والحشوة تطلع منك. لا زي ما انتوا شايفين كده اهو. كده حطيت اللبن بتاعي ويلا بينا بقى على الفرن. ودي بقى يا جماعة الفينش بقى بتاعي. هحط طبعا الفوطة لاني خفت على الحاجات اللي تحت دي تسيح لما تطلع بتاع الصينية بتاعتي. ويلا بينا نستقبل احلى فطيرة في الدنيا. شايفين عاملين ازاي؟ طبعا انا حتى لو مش شقها من النص كده كانت هتنفش معايا اكتر. شايفين ما شاء الله قبة عاملة ازاي؟ انا طبعا بسمعكم هنا الصوت. الصوت بتاع التكحيتة بتاعتها تحفة 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 تحفة. هتبتدي بقى تقطعي انتي بقى بالسكينة بتاعتك كده اهو. نكمل التقطيعة بتاعتنا. شايفين مقرمشة ازاي؟ هنا بقى هنزلها بقى في الصينية زي ما انتوا شايفين كده. التانية طبعا كنت خايفة انزلها اللي هي الحلوة، كنت خايفة انزلها بصراحة علشان كانت متقطعة. لكن دي قالب واحد، وهي الحمد لله نزلت معايا سليمة زي ما هي. وهبتدي اقطع معاكم الشكل المناسب لاي يعني التقطيع. دي حاجة ترجع لك انتي، بس طالما هي معمولة بالزائد كده فاحنا هنقطعها زي ايه، زي مثلثات كبيرة بقى مش صغيرة زي الحلوة. وانا بقطع هنا بقى افتكرت ان انا اصلا عندي القطاعه بتاعت البيتزا. قلت ايه ده؟ طب هي فين؟ فطلعتها وكملت تقطيع بيها بصراحه. الشيء لزوم الشيء يا جماعه زي ما بيقولوا كده. هنطلع بقى مع بعض كده مثلث، مع العلم ان هو سخن جدا زي ما بيقولوا سخن موحوح. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا دقت حته والله يا جماعه الحته لسعتني فوقي من فوق، ولسعتني لسعه يعني من في حلق بقي يعني. بس المهم كنت لازم ادوق علشان اقول لكم هي حلوه ولا مش حلوه، نظامها ايه. بصوا حتى تلاحظوا ان التليفون اصلا هنج مني. بصوا مبطئ الصورة ازاي. بس حاجة كده. اسمع القرمشة بقى.
حاجة جميلة، حاجة حلوة، حاجة جوزك هيقولك تسلم ايدك عليها. والله بص، حتى ايد يحيى اهي مستعجلة عايز ياكل. بصوا 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 بصوا، شايفين التوريقة عاملة ازاي؟ شايفين التوريقة عاملة ازاي؟ طبعا اللي تحت دي انا مش قادرة امسكها اصلا عشان سخنة خالص ما شاء الله يعني. بس حاجة كده فوق الوصف. عايزة اقول لكم ان انا عملت برضو واحدة بالشاورما بس ما عرضتهاش، مش عارفة ليه ما صورتهاش يعني. المهم بقى ان ده كان الفينش الاخير، وانا طبعا منبهرة بصوت القرمشة. طبعا الحاجات السمرة دي كلها بقايا اللبن يا جماعة اللي كان على الوش، يعني الحاجات الصغيرة السمرة دي بقايا ايه، القشطة. وبعد كده بقى رحت بقى على السرير، شربت بقى العصير بتاعي الشعير، وهنا يا حبيبي اهو عمال يقول لي هشيلك يا ماما البتاع اللي قدام دي. ودمتم صحابي، يا رب تكون اكلتي عجبتكم. باي باي.